يا مساء السعادة والسكر الزيادة واللي يشربها سادة. اعترفوا على نفسيكم. لا، ملوش مكان غير هنا. احنا هنا بنرحب بجميع الأذواق. أول حاجة نبدأ كده بالقهوة بتاعتنا. أنا بحب أشرب القهوة في كوباية، أعشق القهوة في كوباية. لو شربتها في فنجان أحس كده إن أنا ناقصني حاجة. قبل ما ندخل في موضوعنا، عندك تحت الفيديو كده شوية زراير: اعجب، على تعليق، على شير، على بصوا بقى، عايزاكوا تشهيصوني. بجد عايزاكوا تشهيصوني. ليه؟ لان انا واحدة منصوب عليها. انا قاعدة في بيتي واتنصب عليا، سبحان الله. والله بقى فيه ابداع، بقى فيه ابداع في النصب. فانتوا بقى اجبروا بخاطري وشهيصوني بالزراير اللي تحت دي، وما تبخلوش عليا بحاجة. مبدئيا كده، مين اللي نصب عليا؟ شركة الغاز. بصوا بقى، الله اعلم الناس اللي جم دول تبع شركة الغاز ولا لا. هم قالوا لي احنا شركة الغاز، وركبوا للعمارة كلها وللشارع كله. تمام، هنطبخ كده وانا بحكي لكم انا حصل فيا ايه. هم خبطوا علينا، النور كان قاطع. النور من امبارح كده يجي مثلا 10 دقايق ويقطع 5 ساعات، يجي 10 دقايق ويقطع 5 ساعات، مش عارفة السر في ايه يعني. المهم، مين؟ غاز. احنا بما اننا مركبين الغاز قريب، وشركة جديدة، فكانوا كل شوية يجوا يشوفوا الأمان، يجوا يشوفوا لو في مشاكل. مثلا جم قالوا لي ايه، الشفاط طبعا زي ما انتوا عارفين بيكون ليه زي شباك كده حامي، فقالوا لي لا شيليه علشان الماسورة. المهم كانوا كل شوية يجوا يقولوا لي ايه على حوار. فهم لما جم انا قلت دول اكيد ايه، شركة الغاز. المهم قالوا لي بقى ايه، احنا هنركب جراب حامي بالمجان، اللي هو الجراب ده اللي انا وريته لكم في الصورة، بالمجان لمدة 2 سنين، وهيتغير كل 6 شهور. تمام، وادي الايصال، وامضي هنا واعملي مش عارفة ايه، وكل ده حلو قوي. بعد ما ركبوا وبعد ما مضيت، وبعد كده راحوا قالوا لي ايه بقى، الرسوم 50 جنيه يا فندم. نعم، اللي جاب ده هنا؟ ده انا سمعت كلمة بالمجان يجي 50 ولا 60 مرة. دلوقتي بقى فيه رسوم؟ طب يا ترى دي ناس حقيقية تبع الشركة ولا لأ؟ طيب ادفع ولا اعترض؟ طب وريني كارنيه، طيب وريني لبسك، ولا في اي حاجة تثبت؟ العمارة كلها دفعت، مبقاش انا المعفنة بقى يعني. صدقوا بالله، انا حابسة نفسي في البيت علشان انا كده من الناس اللي بيسموها ايديها مخرومة. انا منزلش الشارع غير لما اصرف واصرف يعني. فحابسه نفسي في البيت عشان ما اصرفش. بس اعمل ايه بقى؟ قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. طلعولي لحد عندي علشان اصرف فلوس. المهم يعني، هي الموضوع فيه 50 جنيه، مش موضوع كبير. لكن انا نفسي اعرف، هل الموضوع ده حقيقة ولا لا؟ هل حد من اي حد بيتفرج عليا منكم فعلا راحت له شركة الغاز وركبت له الجراب ده وخدت منه 50 جنيه، ولا انا اخدت على؟ مهم قوي لو حد حصل معاه الموقف ده يكتب لي في الكومنتات. الموقف ده فكرني بالحديث الشريف عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلي عليه. ايه اللي مقعدك لحد دلوقتي لسه مصليتش على النبي عليه افضل الصلاة والسلام؟ لما قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هنا المقصود بالبيضة ايه يعني؟ لحقارتها، لان هي حاجة بسيطة، حاجة ضعيفة. فشوفوا الناس بتشين نفسيها، ده لو هم حراميين يعني، انا برضو مش عايزة اسيء الظن، بس شوفوا بقى هم بيشيلوا نفسهم ذنب كبير ازاي، اللي هو يبقى سرقة. ما هو النصب برضو سرقة، ان هو يبقى سرقة لاجل حاجة حقيرة. يعني ال50 جنيه دلوقتي انت بتديها لابنك بينزل يجيب بيها شيبسي وبسكويت ومش عارفة ايه، وممكن يطلع يقولك هاتي كمان. فهي مش مبلغ، ولكن يعني الله اعلم. دي النصبة الاولى. اما التانية اللي انا كتبت بيها عنوان الفيديو، وهو: الحقيني يا سماح، اتنصب عليا من الغاز والفلاح. طب الغاز وعرفناها، سماح والله ما اعرفها يعني. طب مين الفلاح بقى؟ الراجل بتاع البطاطس، اداني البطاطس مش تحمير. وخالتي ام احمد دي وهو شريكها في الجريمة، انا عارفاه. تعالوا كده يا مظلومة يا بطاطس، تعالوا اقول لكم على شوية فوائد للبطاطس. كل حاجة، البطاطس المحمرة وحشة، البطاطس خطر، البطاطس نشويات يا جماعة. كل حاجة فيها الكويس وفيها الوحش. تعالوا نقول حبة معلومات عن البطاطس، يمكن في الاخر نسقف للبطاطس. مهمة جدا للعظام،
ليه بقى؟ لان فيها حديد وفيها فسفور وفيها كالسيوم، طبعا كل ده حلو لايه؟ للعظم. وكمان فيها زنك اللي بيكون ليه دور كبير قوي في الكولاجين، صح كده؟ طيب وفيها ايه تاني البطاطس؟ وكمان بتقلل من خطر الإصابة بالسرطانات لأن فيها حمض الفوليك. تمام، ربنا يشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. وكمان بتعمل ايه البطاطس الجميلة بتاعتنا؟ وكمان فيها ألياف مهمة قوي، لو انتي سلقتيها أو شويتيها تخسسك. شوفي بقى ان البطاطس تخسسك، لكن لو قليتيها تتخنك. احنا هنا يا جماعة عاملين دعوة للتخن. البطاطس اللي قدامنا دي بتفكرني ببطاطس برناديت. هتقولوا لي مين برناديت دي؟ هقول لكم كان عندي واحدة صاحبتي خالتها كان اسمها برناديت، كانت كل ما تعمل بطاطس تعمل حاجتين، يكون وش محروق ووش ني. فمن ساعتها اي بطاطس تبقى مش عجباني اقول عليها بطاطس برناديت. على فكرة البطاطس فوائدها ما خلصتش، زي مثلا اللي هي بتظبط ضغط الدم، مستوى ضغط الدم. ليه بقى؟ علشان فيها بوتاسيوم. تمام، البطاطس فوائدها ما خلصتش، ممكن تدخلوا وتقروا عنها. اما اللي خلص فهو الفيديو بتاعي. يا رب يكون كان خفيف على قلوبكم. ارجوكم اللي اتنصب عليه زي كده يقولي في الكومنتات، عايز اعرف هو حقيقة ولا اشتغالة. دلوقتي اقول لكم مع السلامة.